بخير. عملنا النهارده مشروب رمضاني جميل قوي بقى. تعالي معايا في الفيديو عشان تشوفي انا عملته ازاي، عشان تعمليه اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وزيني بقى بالطريقه اللي تعجبك. انا حطيت بصي كام وحده لوز هنا كده. زيني بالطريقه اللي انت عايزاها بقى. يلا تعالي معايا في الفيديو وشوفي عملته ازاي، وما تنسيش تشتركي في قناتي عشان يوصلك كل وصفاتي. معايا مقادير العصير. معايا هنا كوبايه ونص لبن، معايا هنا تمر. التمر ده بيبقى التمر الطري، ومعايا هنا لوز مجروش. انا عاملاه بالسكينه كده عشان هزين بيه فوق الكوبايه. ومعايا هنا لوز سليم هحطه في الخلاط. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان انه قرب. بصوا بقى، انا فرشت لكم المفرش ده عشان تحسوا ايه بجو رمضان الحلو. يلا بينا نعمل العصير سوا. جبت الخلاط اللي هشتغل فيه وهنزل فيه كده بسم الله. هنزل اللوز الاول. بصوا بقى، انا هستخدم التمر الطري ده. التمر ده بيبقى مسكر وحلو. مش هحط سكر، هكتفي بالسكر اللي في التمر. عايزه تزودي انتي سكر بقى براحتك، بس هو بيبقى مسكر وحلو قوي، يعني اكتفي بيه كفايه. وما تحطيش سكر تاني، بيبقى احسن مع اللبن. عشان ايه؟ ما يبقاش سكر اوفر. واخر حاجه هحطها بقى، احط اللبن. هنشغل الخلاط ونعمل العصير. بعد ما خلصنا العصير هنبتدي نصبه. قوامه حلو قوي وطعمه كمان جميل. وزي ما قلتلك ما تحطيش سكر، اكتفي ايه، جربي التمر بس كده مع اللبن والمكسرات من غير السكر. وزيني بقى بالطريقه اللي تعجبك. انا زي ما قلتلك عامله ايه شويه لوز كده حلوين مجروشين، احطهم هنا كده فوق الكوبايه. بس كده خلصت الوصفة بتاعتي. جميلة جدا العصير دوت. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب ويجعله بخير علينا كلنا. جربي بقى وقولي لي ايه رأيك.